السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. أيها الإخوة الكرام، السنة أن يفطر الصائم على تمر، فإن لم يجد تمرا فليفطر على ماء فإنه طهور، كما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. لذلك احرص أخي المسلم أن يكون التمر موجودا دائما في بيتك حتى تفطر على السنة. لذلك قال العلماء: السنة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب أن نعجل بالإفطار، وأن نفطر على تمر، ثم نشرب الماء، ثم نقوم للصلاة. هذه هي السنة، والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.